مش نبعتي رأيك حرية وهي مرتاحة، هي بس تحكي بصراحة. يعقوب شاهين، تخليت قلت عن شهادتي من أجل حلم الغناء، وأتمنى أن يصل اليوم يلي بيصير في مدرسة بتحمل اسمك، مدرسة يعقوب شاهين. حلم كبير يمكن ما له علاقة مباشرة بالفن، بس ليش مدرسة؟ لا فعلا بجوز الناس تسمع تحكي انه تقول انه يعقوب يعني وليد هاليومين، ولكن بفكر هيك. بحكي انه كل انسان عنده حلم بحياته، واذا حط هدف براسه ممكن يوصله. وبتمنى بيوم من الايام برجع بعيدة انه يقولوا في مدرسة غنائية باسم يعقوب شاهين. خلينا نحكي بالمستقبل البعيد ان شاء الله يا رب. مدرسة غنائية. اكيد مدرسة غنائية، مش مدرسة تعلم الاولاد يعني. اكيد التعليم مهم، لكن انا بحكي من ناحية فنية، مدرسة غنائية. كمان قلت انه تجربة محمد عساف يعني يحتذى فيها، وقلت انه انت مأثر فيه، مع انه منه من جيل يعني سابقك كتير. شو اجمل شيء بتحسها نقطة مضيئة باللي عمله محمد عساف لهلا؟ طبعا محمد عساف هو صديقي، ولكن بسبب الحدود اللي وضعها الاحتلال بيننا. انا بعرف محمد عساف من 10 سنين، ومن 10 سنين اول مرة في حياتي بلتقي فيه اليوم بلبنان، يعني وجه لوجه. محمد عساف هو مثل الفن الفلسطيني ومثل الشباب الفلسطيني بأحلى تمثيل وبأجمل تمثيل. وأنا صراحة يعني من بعد تجربة عساف كتير شباب وكتير مواهب فلسطينية تشجعت إنه تشارك. كمان أرب آيدل صار يجي على فلسطين، فهذا الإشي شجعنا كتير. وتجربته كتير ناجحة محمد، وهو إنسان بيستاهل كل خير، لأنه فعلا موهبة، فعلا إنسان صادق وإنسان نظيف من جوا، وتعب بحياته وتعب كتير لحد ما يوصل للنجاح اللي هو فيه. حكيتوا مع بعض؟ شو قلت له مثلا اول شيء طلع على بالك تقول له اياه؟ قلت له أول إشي، قلت له إنه تحدثنا هيك، بعدين من ضمن الحديث بقول له محمد إحنا اليوم عم نلتقي، يعني من 10 سنين ما شفنا بعض. يعني أنت بغزة محاصر وأنا في الضفة بقدرش أجيك. فانه كيف يعني كيف هالجغرافيا هاي المقسمة، كيف احتلال وحواجز مقسمنا، كيف احنا اليوم بلبنان عم نلتقي. احلى فيش احلى من بيروت تجمعنا. رح انتقل لمثلك الأعلى، قلت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بس ضروري أذكر قبل إنه حضرتك بديت الغنى بعمر صغير، بعمر 6 سنين. أديت أوبريت الحلم العربي، بعدين الضمير العربي. مش كانوا كبار هالأغنيات على ابن 6 سنين؟ صراحة الأوبريت الحلم العربي كان أول ما انعمل تأثرت فيه كتير، واللي أثرني فيه أكتر مشاهد الكليب تبع الأوبريت. تأثرت فيه كتير، وكثرت أروح على الصف بالمدرسة ضلني أردده وأدندن فيه. المعلم انتبهت لهذا الإشي وأعطته اهتمام كبير، وبلغت أهلي، وأهلي من وقتها لليوم مهتمين فيه. وتعلمت معهد إدوارد سعيد، معهد الوطني للموسيقى، هو المعهد الأول عندنا بفلسطين وأنا بالمدرسة. وللعلم محمد عساف برضو ابن هذا المعهد نفسه. وبعد انطلقت صراحة من وقتها وأنا بتمنى هالحلم يصير. كنت تغني دون مقابل مادي كرمال تنشهر كتير. مش هين إصرارك من وقتها يعني. وضروري نقول للمستمعين إنه حضرتك بال2005 شاركت ببرنامج للهواة للأطفال، كمان شاركت مرة تانية بال2012 وحصلت على لقب ببرنامج تاني للهواة. من بلش بكير يعني، طول حلمك ليتحقق شوي مع إنك صغير بالعمر، بس إذا بادي هالقد صغير من عمر 6 سنين يعني نطرت كتير. الحمد لله، يعني ضليتني أثابر وضليتني ما همني لا أني بدي أسوي مادة، ولا همني إنه، بس همي الوحيد كانت إنه الناس تعرفني وتسمع صوتي. وبفلسطين الحمد لله يعني شاركت عدة مسابقات وكان لي اسم حلو، ولكن حبيت هالصوت وحبيت الناس تعرفني أكتر وأشارك على شاشة كل العرب بيعرفوها. فكان الخيار والحلم هو أرب آيدل، واليوم الحلم صار حقيقة. يمكن انت من اكتر الناس اللي اخذوا ملاحظات لما غنيت، والجمهور كان بالمقابل مصر انه ضل يصوت لك. اعتذرت اكتر من مره احلام عن يعني اعتبرها الجمهور تبعك انه هي اساءه لك. كانت الملاحظه اللي اعطتها لما قالت انه تستاهل 0 من 10، وكان التعليق قاسي شوي. رجعت اعتذرت ورجعت يعني بررت ورجعت اذا بدك لطفت الاجواء. بس انت بليلتها خبرني، كتير بهمني اعرف قديش نمت زعلان. لا هي خلينا اشرح لك.
من اول من اول ما ظهرت بالبرنامج، خلينا نحكي ان النجم الساطع انا كنت. ولكن وقتها كنت انا قبل باسبوع مغني موال يا من هواه، واللي هو كان الحدث الاكبر إلي. من بعدها صار عندي مشكلة بأوتاري الصوتية، واللي كتير ناس جديد الناس عرفت هذا الشيء، وجديد اللجنة انحكى بالموضوع فيه. خسرت نص صوتي، يعني أنا مثلا جاي هون أتبارز في صوتي، نص صوتي راح بالبرنامج. صار عندي مشكلة بالوتر اليمين. وغنيت وقتها أغنية رومانسية، فالجو كان كتير بعيد، يعني الجو كتير بعيد ما تقبلتني فيه اللجنة. ولكن أنا بعرف قديش فنانة أحلام بتحبني، وفعلا بتحبني. بعد ما أخذت الانتقاد هذا رحت على الغرفة عندها وحكيت معاها، وحتى هي نزلت على السوشيال ميديا. أنا ما بحب حدا يعتذر لي، ولا أي حدا يعتذر لي، إن كان كبير أو صغير. وأنا بعرف قد إيه هي بتحبني، والانتقاد كان لصالحي هذا. ولو ما انتقدتني هالانتقاد أنا، لأنه أجيت فترة حسيت حالي كتير مرتاح إنه أنا لا، هذا الانتقاد كتير وعاني، ولو ما وعاني أنا ما وصلت لليوم. ولكن ضل عندي الإصرار أفرجي اللجنة والعالم كله إنه أنا بغني رومانسي. والحلقة الماضية غنيت، مش بس غنيت رومانسي، غنيت لأستاذ وائل اللي هو عضو بلجنة التحكيم، وأغانيه مش هوايني. ولاقت انبهار من العالم ومن اللجنة، حتى الفنانة أحلام وقفت وزقفت لي. عنيد انت يا يعقوب، ايه عنيد. عنيد ومصر إني أصل، إنه أفرجي إني أنا بغني هاللون هذا. والحمد لله صوتي رجع لي بفضل ربنا، والبرنامج ما